مش ما بيحروقش المحشي وكده، وبيديه طعم ونكهه حلوه. نبدا بقى نحشي محشي السلق، مفيش اسهل من كده. اهم حاجه تركية في محشي السلق، الميه ما تغليش وتكون سخنه، واهم حاجه يطلع باللون الاخضر ده، وما يميلش ان هو يكون طري جدا برضو عشان ما يتهريش منك. اهم حاجه الميه بتكون سخنه بس ما تغليش، وتبداي تحطيه اول ما تنزلي في الميه بسرعه وتطلعيه، وتبداي تحشيه بقى. واحنا اول ما لازم تجربوه، هيعجبكم قوي، ما فيش حد هيختلف على طعمه ولا على جماله. هو شبيه كده للسبانخ في الشكل، وكمان شبيه للورق العنب، بس هو كمان اطعم. لا تقولوا لي ورق عنب ولا كرنب، ما فيش احلى من السلق. كمان السلق ده بنستخدمه في حاجات كتيره، منها القلقاس، وفي نفس الوقت بنستخدمه كمان كمحشي وبيكون تحفه. انا عملت معاكم شويه من الورق، هو غصب عنك ممكن يطلع منه شويه رز كده، وده غصب عنك لان الورقه بتاعته بتكون مش مبطبطه قوي، لازم يا دوب بتحطيها في الميه وتطلعيها. هنا حشينا الحله كلها، مش حشينا معاكم غير شويه. وبعد كده الشوربه، شويه صلصه